انك دخلتي حمد الله بلاصه النصيري ياك النصيري دار واحد المحاوله وهدد فيها المرمى انتهت بالركنيه. دخل ابو خلال وسجل. دخل لي ميق ودار دور دفاعي وعطيه الله دخل وكان مزيان. والصابيري سجل. ما بقى ما اكثر من هذا الشيء. الحمد لله كذلك كان. لا اذا التغييرات ما كاينش شي تغيير اللي نقولوا هذا التغيير كون يخلى فلان يعني حتى من باب انه يعني بوفال كاين اللي يحس به بان انا ما تبغيش نقرا في سميتو في الحركات ديال الوجوه ديال اللعابه. ولكن كاين اللي غيحسبوا بانه جاتو بحاله تفاجئ. ولكن هذا الدخول ديال ابو خلال في المكان ديالو ويسجل عطى نفس اخر. بغض النظر على المقابله انا نهضر معك على ما بعد المقابله في كاس العالم. عنده الحق في كل تغيير مزيانه دابا عاد بينا. دابا المدرب غنبقاو ننظروا له حتى حنا حتى جمهور غنظروا على انه رجل عارف اش يدير. نعم عارف التغييرات ديالو حتى ديال اليميق من بعد ما دخل في مكان اناحي بان بانه هذا الدور ديالو الدفاع. علاش؟ حيت البلجيكيين ما بقاوش يهزوا الكره من الوسط ولاش يعتمدوا الاجنحه كرات عاليه. اليميق طويل هو اللي يمكن له يعاون. وما تنساش بانه علاش غيكون دخلوا لانه اكر تيضرب بالراس مزيان. سي تيضرب بالراس مزيان. ولكن داك باش يمكن لك تقفز على الكره انا نقفز على الكره في الدقيقه 5 ماشي هي الدقيقه 95. ما تيبقاش داك الجهد باش تطلع على الكره. انا ندخل له مدافع اللي باقي فغي مع راسه يمكن له اذا انا تنقول ربحنا انه لما تشوف المدرب دار شي حاجه خليه راه. وفي نفس السياق سي سعيد يعني المدرب وليد كان منطقي في التغييرات خصوصا انه حتى في الدخول ديال ابو خلال حنا كنا تحدثنا في المباراه الماضيه وقلنا ممكن المباراه الجايه يعطي الفرصه لابو خلال انه زيزولي ما دخلش في الماتش. وهذا الشيء اللي كان يعني عطى الفرصه لابو خلال في الشوط الثاني ما كان زيزولي اللي عطاه الفرصه في المباراه الاولى. يعني كان منطقي ما كانش زيد هادي اللي غادي تقويه تقوي المدرب بالنسبه للعابه. يعني زيزولي دخلتك وما دخلتش ودابا دخلت ابو خلال وسجل اللعابه داك اللي ما تيدخلوش ما بقى عندك فين تهضر. ما بقاش عندك فين تقول لا انا كنت ندير لانه شنو اصعب شيء هو المدرب ياخذ قرارات والنتيجه سلبيه. حيت دائما غنبيعوا على القرارات دخلتي هذاك ما كانش يدخل دخلتي هذاك ما كانش يدخل. كما تناخذوا المدرب انه تنتقدوه لما تيدير تغييرات والفرقه تخسر. منين تيدير تغييرات والفرقه تربح وتيسجلوا لك جوج ديال اللعابه اللي دخلوا من التغييرات المدرب تيتقوى لا مع الجمهور ولا مع اللعابه ولا حتى مع نفسه. نعم شتي اللحظه من سنه المبارك حس براسو بانه كان على حق دار شي حاجه تيحس براسو بانه نجح في المهمه. نعم وهذه راه مهمه في كره القدم. ضروري يعني ملي كتقوم بتغييرات وكينجحوا لك يعني كيرجع الدور ديال المدرب هو اللي كيقول لك انا بطل. تولي اللعاب يعني تتحركوا كيف ما بغيتي. دابا الى ناض المدرب ما غيدخل شي بوفال وما يدخل شي نصيري وما يدخل اللي دخلها عنده الحق. ودابا الحمد لله سي سعيد بالعكس كذلك زميلي علي احسن سيناريو 4 النقاط يعني ما عمرنا درنا واقيلا في لاكوب دي مود جمعنا 4 النقاط في جوج ديال المباريات اول مره كتوقع 4 النقاط في جوج ديال المباريات يعني اول مره كتوقع مزيانه. الاولى والثانيه لا ما عمرها كانت اول مره كتوقع يعني 4 النقاط على بعد مباراه من نهايه دور المجموعات. الحمد لله الان عندنا كامل الفرص باش نتاهلوا فقط خصنا ننتظروا نشوف كيفاش غتكون المباراه الاخيره. يعني دابا الان هذوك الاحتمالات اللي قلت قبيله الا قول لي فاز المغرب حنا فزنا. المغرب داير 4 ديال النقاط. الا فاز كرواتيا غدير 4 ديال النقاط بحالنا. غتولي بلجيكا الا بغات تاهل بلجيكا خاصها تفوز على كرواتيا لان عندها 3 نقاط. حنا كنا 4 حنا غيكفينا التعادل. غير هو التعادل ما تعنيش بانك ماشي مهدد بالخساره لا قدر الله. غير انما غتلعب مع واحد الفريق اللي تقصى اللي عنده 0 نقطه. هذا هو الفرق اللي كاين. المغرب دابا حنا فزنا الا فاز كندا باش نكونوا متفقين. المغرب عنده 4 نقاط بلجيكا عندها 3 ديال النقاط وكندا غدير 3 ديال النقاط وكرواتيا نقطه. كرواتيا عندها نقطه. كرواتيا غنخرجوها من الحساب. علاش؟ لانه لا ماشي غنخرجها من الحساب لان غتلعب هي مع بلجيكا خاصها تربح بلجيكا باش دير 4 ديال النقاط. ولكن باش حنا خصنا نخسروا. علاش؟ لانه كندا عندها 3 ديال النقاط. غتقول كان خصني نربح المغرب ونتاهل. متفقين؟ اذا
ما عدا الا تعادلت بلجيكا مع كرواتيا، حيت بلجيكا غدير 4 ديال النقاط، لا قدر الله ونخسروا حنايا غنديروا 4 ديال النقاط وكندا غيطلعوا ل 6 ديال النقاط، وغنبقاو حنا في 4 ديال النقاط، غندخلوا ديك الساعه في النسبه الخاصه بيننا وبينهم، وعندنا فيها الامتياز، ياك هادشي اللي كاين، عندنا فيها الامتياز. المغرب فاز الان التعادل ديال كرواتيا وكندا، حنايا عندنا 4 ديال النقاط، بلجيكا عندها 3، كرواتيا غتولي عندها 2، وكندا غيولي عندها 1 نقطه واحده. الا لعبوا معنا غيكون كنربحوا المغرب وندخلوا 4 ديال النقاط، ونتسناو كرواتيا اما تتعادل مع بلجيكا باش بلجيكا دير 4 ديال النقاط، ندخلوا حنا ب3 4 نقاط 4 نقاط 4 نقاط، ولا كرواتيا تربح بلجيكا وتطلع ل 5 ديال النقاط، ونبقاو حنا مع المغرب ب 4 نقاط 4 نقاط. دابا اللي مهم دابا حنايا خاصنا هاد النقطه ضروري نجيبوها. نعم. والان ممكن نقطه تكفينا رسميا، رسميا جميع الحالات ديال نتيجه المباراه ديال كرواتيا وكندا ما بغات تكون شيء جيد الحمد لله. والاهم من ذلك ما غندخلوش في عمليات حسابيه، دابا الان الامور بين يدينا في المقابله الثالثه، عندك التعادل عندك الفوز، ما تنهزمش ان شاء الله. وحنا المغاربه دائما الطموح ديالنا كبير، ان شاء الله غنتصرفوا في المباراه ديال كندا وغنتصدروا المجموعه ان شاء الله. اذا ان شاء الله هذا اللي كتعتبر مجموعه الموت، حيت ما كاينش شي حاله اللي يمكن تخلينا حنايا ب5 ديال النقاط وما نتاهلوش. شنو هي الحاله اللي كاينه؟ فين هذه الحاله هذه؟ نعم، تنقلب على الحاله اللي فيها، حيت حنا بابحنا هذه الحاله كيمكن تكون مثلا تعادلنا مثلا، ممكن تكون هذه الحاله هذه لان كنت تعادلنا مثلا وكرواتيا تربح، حنا نربحوا غنديروا 5 ديال النقاط بحال التعادل نديروا 5 ديال النقاط، وكرواتيا مع بلجيكا يتعادلوا يديروا 5-5. هذه الحاله تحيده. دابا الفرضيه اللي كاينه هي انه المغرب عنده 4 ديال النقاط، غنحيدك كون تعادلنا. دابا حنا تنذكروا عندنا 4 ديال النقاط. اللي تهمنا انا تنقول هو انه كندا الا خرج من الحساب غتكون احسن. نعم. الا بقات في الحساب غتدخل بحساب انه حيت واخا تخرج من الحساب راه ما تيعنيش بانك ما خصكش تربح، ما خصكش دير نقطه، خاصك نقطه. غير فرق ما بين غتلعب مع فريق اللي هو عنده 0 نقطه، ويمكن يكون باغي يقول لك ودي انا ما نخرجش ب0 نقطه، حيت المباراه مع كندا باقي فيها الحسابات، باقي فيها الحسابات، خصوصا الى ربحت كندا. نعم. هذا هو. والان دابا الكل غيتبع المباراه ديال كندا وكرواتيا اللي غتبقى الساعه الخامسه. انا ما عرفتش واش تبان لكم شي حاجه اخرى. انا توقع ديك كرواتيا الى ربحت اللهم نلعبوا مع كرواتيا مع كندا عندها 0 نقطه، ونزيروا المقابله ونكملوها واللي نفرض كاع ربحات غادي ندخلوا ندافعوا على الحظوظ ديالنا. لا المصير ديالنا على سميتو على القوه ديال المقابله وعلى الحده ديال المقابله. هادشي تنقول ما حنا ماشي مشكل. لا ماشي. شوف اللي غلب بلجيكا واش غيعاد يفكر عاوتاني في كندا واش لا. انا غير تنقول ودي كاع الناس يقولوا ودي بانه حنا المقابله الثالثه وبغينا نمشيو للدور الثاني. الا غنمشيو للدور الثاني ما غنبغيوش شي مثلا اللعابه يكونوا منهكين وعاود يدخلوا لي زافيرتيسمون ودخلوا بزاف ديال الحوايج. هذا هو غير السي سعيد ومهدي. يعني بلجيكا المقابله الاولى ضد كندا والمقابله الثانيه ضد المغرب كان قبل بدايه